هاي ماتشيز انيونج، صباح الخير. عايزه اقول لكم ان انا صاحيه من الساعه 9، بس قعدت ساعه كامله مكالمات وشغل. عارفين هو اول ما تصحوا اللي هو يا جماعه صباح الخير صباح الخير، انا لسه صاحيه مش كده، مكالمات وايميلات ومش عارفه ايه، اللي هو صاحيه اصلا مش قادره. قعدت ساعه في الموضوع ده. دلوقتي الساعه 10، فعايزه بقى اروح اغسل وشي ونفطر ونعمل مع بعض ماي مورنينج روتين، عشان انا عارفه ان انتوا بتحبوا قوي النوعيه دي من الفيديوهات، فقلت اعملها لكم. بس يلا بينا، خلونا دلوقتي نروح نغسل وشنا، او اغسل انا وشي. بقالي فترة يا جماعة بستخدم الكلينزر ده اللي صاحبتي كانت جابتهولي في عيد ميلادي. هو من السعودية بصراحة، فمش عارفة ممكن تجيبوه منين، بس هو بجد عجبني جدا. بستخدمه بقالي حبة حلوين وعجبني جدا بجد. اول حاجة بس لازم ابل وشي كده، بعدين باخد حبة منه. اصلا بصوا الديزاين بتاعه كيوت ازاي. كيوت قوي. بس باخد حبة كده على ايدي، اوكي، وبغسل وشي عادي بقى. بس يعني عجبني جدا صراحة، بينضف الوش كويس قوي، وفي نفس الوقت وشي يعني بعد لما بنشفه بيكون طري، فاهمين؟ مش ناشف وكده. كده عاجبني قوي. بس كده غسلت وشي وما بقتش احط تونر ولا اي حاجة يا جماعة، يعني انا بس بغسل وشي وخلاص على كده. هذا هو فطار اليوم. هحمص التوستة دي وهعمل البيض. هوريكم انا بعملها ازاي، ماني تقريبا حاسه انا وريتها لكم، بس هوريكم تاني. وهبقى احط دول وخياره عشان نبقى هيلثي كده، فاهمين؟ بصوا بقى، بعد لما بحط البيضه بحب اكسر الصفار كده، اولا عشان مش بياخد وقت، يعني انا مش هقعد استنى بصراحه لحد ما الصفار يستوي، فبعملها كده وبعدين هغطي شويه عقبال ما تستوي. بصوا ده اللي انا قصدي عليه، ان هي كده بتستوي بسرعه. بس هقلبها الناحيه التانية برضو عشان انا بحبها كده تبقى، فاهمين، مقرمشه شويه من ناحيتين، فهقلبها. بصوا كده. بس لو انتوا مش بتحبوها ان هي تبقى ناشفه كده او مقرمشه، فخلاص اطفوا على النار وشيلوها يعني، بس انا بحبها تبقى مقرمشه كده. بصوا خلاص حمصت التوست وحطيت عليه الجبنه، ودلوقتي هحط البيض على الجبنه عشان البيض ده هتبقى سخنه فهتسيح الجبنه، فاهمين قصدي؟ وهذا هو الفطار يا اصدقائي. عملنا الساندوتش اللي هو البيض ده، الخياره. حطيت بس ملح وفلفل على الساندوتش عشان انا بحبه مملح، بس لو انتوا بتحبوا طعمه عادي فما تحطوش. وكان في بدنجانه من امبارح برضو سخنتها وحطيتها. وده العصير. زي ما انتوا عارفيني بقى اوريدي، اكيد هتفرج على حاجه وانا باكل. عايزاكم بقى يا جماعه تكتبوا لي في الكومنتس افكار للفطار. هو انا بصراحه ما زهقتش من الفطار ده، يعني الحمد لله بحبه، بس حاسه ان انا عايزه اجرب حاجه جديده، يمكن حاجه تانية تعجبني. فاكتبوا لي في الكومنتات افكار للفطار تكون يعني سريعه ومفيده في نفس الوقت، لان انا ما عنديش خلق صراحه الصبح ان انا اقعد بقى اتفنن. يعني انا عارفه ان في ناس مثلا بتعمل بانكيكس الصبح، بس انا ما عنديش خلق ان انا اقعد بقى لسه اعمل يعني عارفين لو عايز حاجه على السريع كده، يعني البيض ده بجد ما بياخدش 3 دقايق على بعض، فعشان كده انا بحبه. فعشان كده بقول لكم عايزاكم تكتبوا لي افكار فطار سريعه منجزه وتكون مفيده طبعا، عشان انا بالنسبه لي اصلا الفطار ده اهم وجبه. انا عارفه ان في ناس ما بتفطرش اصلا الصبح، بس انا بالنسبه لي ما اقدرش، يعني انا لو ما فطرتش بجد مش هعرف اكمل اليوم. فاكتبوا لي بقى افكار في الكومنتات. انا دلوقتي بشوف اتفرج على ايه، عماله كده اشوف. انا اليومين دول مدمنه بجد فيديوهات اللي هي شي ان، مشترياتي من شي ان والحاجات دي، مع اني انا مش بشتري من شي ان، بس بحب اتفرج قوي على الفيديوهات دي، معرفش ليه. نفسي اشتري لكم مره عشان اعمل لكم النوعيه دي من الفيديوهات، بس انا بجد ماليش خلق ان انا اقعد استنى اوردر شهر عشان يجي او شهرين. ليه؟ اوكي، لقيت فيديو ل TXT Tomorrow by Together، فرقه كوريه انا بعشقهم. لقيت لهم يعني فيديو فهتفرج عليه وانا باكل. 인사드리겠습니다. 원팀 안녕하세요. 투모로우바이 투게더입니다. 여러분입니다. 하루입니다. البس النضاره. 출발지부터 카드가 하나 있어요. 그로잉 페이나 현실을 향해 활강하는 투모로우바이 투게더의 성장통 구간이자 첫 번째 칸으로 바로 غيرت يا جماعه اللي انا بتفرج عليه لانه مش قادره اقعد اقرا سبتايتلز على الصبح بصراحه يعني. فجبت كده فلوج واحده في كوريا، وانا بجد بعشق الفلوجات دي اللي هي في كوريا وبتاع، فهتفرج عليها عشان هي بتتكلم انجلش، اوكي تمام. فهتفرج عليها بقى وانا باكل.
مش هصور نفسي وانا باكل بقى عشان بحس الموضوع awkward قوي. بس انتوا متخيلين ان انا بدات ادمن العصير ده اكتر من كراميلوز اللي باللبن بتاعي. طب مش عارفه ليه بس يعني هذا هو النيو ادكشن. وخلصت فطار. كنت عايزه بس اوضح لكم حاجه على السريع، انه انا المورنينج روتين بتاعي كل يوم بيبقى مختلف تماما عن اليوم اللي قبله، لان انا شغلانتي زي ما انتوا عارفين صناعه محتوى، فبالتالي انا ما عنديش روتين محدد يتعمل كل يوم، فبالتالي كل يوم الصبح بيبقى روتيني مختلف، فده روتيني بتاع النهارده، ولكن طبعا كل يوم بيبقى مختلف عن التاني، فحبيت اوضح النقطه دي على السريع. عايزين دلوقتي نعمل ماي مورنينج سكين كير روتين، وهو اتغير تماما، فتعالوا اوريكم. الصبح الروتين بتاعي مكون من 2 products بس، وحابه قبل ما اكمل في الموضوع ده عشان في كومنتات بتجيلي يا ريت يا جماعه نتفهم الموضوع ده، موضوع المقاطعه. يعني مثلا في ناس قالت لي ان احنا لازم نقاطع لوريال ومش عارفه ايه وميبيلين و بس انا اكيد مش هرمي المنتجات اللي عندي، يعني ما تتوقعوش مني ان انا اخد المنتجات اللي عندي من الحاجات اللي احنا مقاطعينها ونرميها في الزباله، انا مش هعمل ده، اكيد هستخدمهم يعني لحد ما يخلصوا. بس حبيت اوضح النقطه دي. المهم عشان يعني لما تلاقوني بستخدم حاجات احنا مقاطعينها في الفيديوهات يعني الجايه تعرفوا ان هي الحاجات دي انا اوريدي شاريها من زمان، والحاجات دي مش بتخلص في يوم وليله يعني، فاكيد هفضل استخدمها لحد ما تخلص. وضحت النقطه دي اهو عشان ما نخشش في جدال. المهم اصلا هنا يعني اصلا دي من نيوتريجينا، ما اظنش ان احنا مقاطعين نيوتريجينا بقى، ما اعرفش صراحه يعني، بس المهم اصلا اللي جوه منتج مصري. انا كنت جايبه اصلا نيوتريجينا دي زمان تقريبا من سنه مثلا او سنه ونص حاجه زي كده، اللي هو البتاع ده كان مرطب، بس اصلا ما عجبنيش المرطب ده، بس انا بحب قوي شكل الكونتينر فاهمين. والمنتج اللي انا بجيبه اللي هو المرطب المصري ده انا بحبه قوي، بجيبه مثلا بقالي 3 سنين. فاكرين في الفلوج اللي فاتت كنت بقول لكم انا مش لاقيه، اخيرا لقيته. بس الكونتينر بتاعته مش بحبها وتبقى غلسه ان انا اخد المنتج منها، فبفضيه في البتاعه دي بس. فهو اصلا المنتج اللي جوه مصري. المهم السكين كير روتين بتاعي بقى مكون من حاجتين الصبح. اول حاجه المرطب، لان انتوا نصحتوني ان انا اقلل من المنتجات اللي انا بستخدمها على وشي، وعلى فكره شكرا ليكم بجد، يعني حابه اشكركم لان فعلا الموضوع ده طلع صح. لما قللت المنتجات اللي انا بستخدمها بصوا وشي بدا يتحسن شويه. طبعا هو لسه يعني بيركفر او بيتعالج، بس يعني الحمد لله بقى احسن من الاول، يعني نقول ما شاء الله بس عشان ايه مش ناقصين. بس فعلا انا عملت زي ما انتوا قلتوا اللي هو قللت المنتجات، وان انا ما عادش استخدم منتجات كتيره قوي على وشي، وفعلا الموضوع ده نجح، فشكرا ليكم على النصيحه. فاول حاجه بعملها ان انا بحط مرطب بس، واخر حاجه بعملها ان انا بحط كريم شمس. الكريم شمس ده يا جماعه تحفه، مش دعايه بجد بس هو بجد عاجبني جدا. يعني اي حاجه من الماركه دي انا ما جربتش غير الاتنين دول من السان سكرين ده وده، ده اللي هو بيربل بروتكتور وده اللي هو فيه هايلورونيك اسيد. الاتنين تحفه بجد، الاتنين احلى من بعض. دي ماركه اللي هي isn't tree، فا I would highly recommend لو انتوا لسه ما جربتوش. بس اصلا انتوا كتير منكم قلتوا لي يعني ان هو تحفه، وانا اوافق هذا الراي لان هو بجد كريم شمس تحفه رهيب، حلو جدا، بيتدمج بصوا حرفيا في ثانيه، وبيدي كده لمعه للبشره. هي كده كده البشره يعني بعد مثلا 15 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي تلاقوا البشره امتصته، او لا مش ربع ساعه مش للدرجه دي، 5 دقايق هتلاقي البشره امتصته. بس بيسيب كده عارفين يا جماعه الجلو اللي احنا بنحبها في الوش دي، اللي هي مش وشكم مش بيبقى مزيت بس بيبقى كده بيدي نضاره، بمعنى اصح بيدي نضاره للوش. فبجد I love this sunscreen. انا حاسه ان انا بعمل دعايه بس هي بجد مش دعايه. I love الكريم الشمس ده. وبس كده، ده الابديتد سكين كير مورنينج روتين العنايه بالبشره بتاع الصبح. واخر حاجه هعملها ان انا هحط مرطب شفايف. لما كنت سالتكم في الفلوجه اللي فاتت كتير رشحتولي حاجتين، يعني حاجتين سمعتهم كتير منكم، بتاع بيز لاين وبتاع شان اسمه شان مش عارف، هي دي برضو يعني حاجه مصريه، برودكت مصري اسمه شان اوكي، وبتاع بيز لاين. فانا قلت اجرب بتاع شان الاول، لان بصراحه انا شان سمعت عنهم كتير قوي، وسمعت كمان المرطب بتاعهم حلو، يعني سمعت عامه انه المنتج بتاع شان او منتجات شان حلو قوي، فقلت اجربه. هو عجبني بس انا الريحه دي مش عجباني، هي دي ريحه الكاكاو باتر، مش عارفه ساعات بحسها تو ماتش بالنسبه لي، بس هو ترطيبه حلو جدا يا جماعه بجد. كان ب 80 جنيه وانا حاساه غالي، يعني ما اعرفش. انا اخر مره اصلا بجد يعني دول المرطبات بتوع الشفايف كنت بجيبهم
ب20 جنيه 10 جنيه حاجات زي كده. فلما قالت لي 80 او زي هما غالي للدرجه دي، بس اعتقد هقول لكم ليه هو غالي، عشان هو ده اصلا علاجي اكتر ما هو ان احنا نحطه كليب ستيك او ليب جلوس او كده، فهو علاجي يعني، فعشان كده هو غالي، وعشان كمان كله حاجات طبيعيه. 80 جنيه ما تطلعش غاليه، بس انا يمكن عشان بقالي كتير قوي ما اشتريتش، فانا مش عارفه هم اسعارهم بقوا ايه دلوقتي. بس كان في حاجات تانية ب60، كان في حاجات ب30، كان في حاجات ب10. بس انا قلت خلاص خلونا نجرب ده طالما انتوا قلتولي انه حلو وانا بثق في ارائكم، فجبت ده. هخلصه وابقى اجرب بقى بتاع بيز لاين، عشان انتوا برضو قلتولي بتاع بيز لاين حلو. قبل بقى ما ابتدي اليوم وابتدي ان انا ابدا اشتغل وكده، بحب ان انا اقرا القران زي ما انتوا عارفين، بس للاسف ساعات بنسى. يعني ساعات مثلا اليوم بياخدني تلاقوني صاحيه الصبح شغل كتير فبنسى، بس انا مش عايزه اعمل ده. يعني انا حاسه انه مش حاسه، انا عارفه كويس قوي انه القرآن دي حاجة مهمة لازم ناخد بالنا فيها في اليوم، ان احنا نقرا يعني قرآن. فهعمل ده دلوقتي. قبل ما ابتدي بحب كده ايه يكون في اجواء ريحة حلوة، فهشغل الكاندل دي من باث بودي وركس. برضه دي من الحاجات اللي انتوا قلتوا لي تقريبا نقطعها، معرفش، بس هي اكيد مش هرمي الكاندل في الزبالة يعني، بتاعتي كانت غالية. بس المهم يعني بجد ريحتها رهيبة، بتقلب ريحة الأوضة كلها حلوة في ثواني. فهشغلها كده تطلع ريحة حلوة وانا بقرا قرآن. حاجة بقى تانية بقيت احب اعملها الصبح، وان انا او مش بقيت، هو انا بعملها الصبح على طول، وهو ان انا اكتب المهام اللي ورايا النهاردة. فاكرين كنت عملت دي في الفيديو اللي فات اللي هو التحدي اللي عملته مع هلا؟ لو لسه مش شفتوش الفيديو روحوا شوفوه. بس كنت حطيت كده استيكرات بس ما كتبتش فيها حاجه صراحه، يعني ما كتبتش المهام او كده لاني نسيت. عملتها ونسيت، فهكتب فيها دلوقتي الحاجات اللي ورايا اللي المفروض اعملها النهارده ان شاء الله. فبرضو دي حاجه بتساعدني قوي عامه ان انا اكتب المهام اللي ورايا النهارده. وساعات بحب اعملها بالليل يعني قبلها بيوم، بحيث ان انا اصحى اكون عارفه انا ورايا ايه وكده. بس لما بنسى بعملها الصبح عشان اليوم فاهمين كده يمشي متنظم. طبعا هو ساعات ما بيمشيش زي ما احنا عايزين، ولكن يعني يكون بس قدامي كده الحاجات اللي ورايا عشان ما اقعدش افكر كتير انا ورايا ايه. الظهر كان بيأذن دلوقتي زي ما سمعتوا، طبعا مع تغيير الساعة كل حاجة بقت تأذن بدري، يعني الظهر بدري العصر بدري وكده، فاليوم اصلا بيجري. انا بجد يعني انا اكتر حاجة مش بحبها في موضوع تغيير الوقت ده انه المغرب دلوقتي الساعة 5:15، يعني الشمس بتنزل الساعة 5:15، وانا واحدة يعني بتحب الشمس، بحب النهار، بحب الشمس تطلع يعني تفضل موجودة فترة اطول. فان الشمس تنزل الساعة 5:15 ده بالنسبة لي بدري قوي وما بحبش ده، بس يعني هعمل ايه. فبلاحظ ان اليوم بيجري بسرعه والصلاه بتجري بسرعه، فما تنسوش ان انتوا اول ما الاذان يدن تقوموا تصلوا، عشان غصب عنكم اليوم هتلاقوه ماشي بسرعه وهتنسوا. فانا دلوقتي عشان ما انساش هقوم اصلي الظهر واجيلكم. جماعه فاكرين في الفلوجه اللي فاتت كنت وريتكم انا بشتغل في البلانكت دي؟ خلصتها يا جماعه، هي بجد كبيره قوي زي ما انتوا شايفين، بس للأسف الشديد هضطر ان انا افكها واعملها تاني. ليه بقى؟ اولا هقول لكم بس شويه معلومات عشان انتوا سالتوني عليها كتير. الخيط بتاع البتاع ده اسمه باف، هكتب لكم اسمه هنا، خيط الباف، او يعني هو اسمه باف، وهو بيبقى يا جماعه تخين كده، يعني شايفين الخيط ذات نفسه تخين، اوكي. وتقدروا تشتروه منين؟ بتشتروه من عند اي محل اللي هو بيبيع الخيوط. انا بجد مش عارفه يعني معرفش ممكن تلاقوه فين تاني، بس اي محل اللي هو بيبيع حاجات الكروشيه ومش عارفه ايه، المحلات اللي هي عندها خيوط وكده هتلاقوه موجود عندهم. انا كنت جبته من اسكندريه، لو انتم من اسكندريه انا جبته من المنشيه من محل اسمه كريستال اي ثينك، بس ما كانش عنده فرايتي، يعني ما كانش عنده الوان كتيره او كده. بس هو ده الخيط، اوكي. لو عايزين تاخدوا له سكرين شوت كده لوحده، اسمه خيط باف. دي الاسئله اللي سالتوني بقى ازاي تعملوها. هي بتتعمل بالايد
ودي اكتر حاجه يعني حبيتها فيها، ان هي بتتعمل بالايد وبجد ما بتاخدش وقت خالص، هي سهله جدا. عشان كده انا عملتها، لان هي بجد سهله وبتعملوا لكم بلانكت يعني، فالموضوع حلو جدا وبتدفي جدا عايزه اقول لكم. بس انا ليه بقى هفكها تاني؟ لانه بصوا طلعت عريضه جدا، هي اصلا مش عارفه اوريكم العرض، هي بجد طلعت عريضه جدا وطلعت مني قصيره. فطلعت كده يعني، طلعت عريضه جدا وقصيره قوي. انا كنت اشتريت 6 شلات، 3 من اللون الازرق ده او اللي هو بلو جرين، و3 من اللون الاوف وايت ده، فعشان برضو تبقوا عارفين يعني الكميات دي ممكن تعمل ايه. والعرض ده تقريبا مترين وحاجه. فانا بقى هفكها تاني عشان اقصر العرض واطول الطول عشان ما يبقاش شكلها ازعر كده يعني. بس قلت اوريكم عشان انتوا سألتوني كتير في الفيديو اللي فات عن اسمها وتشتروها منين وتتعمل ازاي. اكتبوا بقى على يوتيوب، اكتبوا ايه مثلا كيفية العمل او كيفية الشغل بخيط البف، هيطلع لكم توتوريالز كتيرة عن ناس بتعلمكم. يعني انا اتعلمت من يوتيوب، انا مكنتش بعرف اعملها، فبس سهلة جدا بجد. ممكن احط لكم فيديو في اول كومنت اللي انا اتعلمت منها يعني. بس اصلا في غرز كتيرة يعني، مش شرط تعملوا نفس الغرزة دي، في غرز كتيرة. فالموضوع ممتع جدا بجد، ممتع جدا ومسلي جدا وهتستفيدوا منه يعني. هتعملوا لكم في الاخر حاجة حلوة كده تغطوا بيها، فحلوة قوي بجد، عجبتني فقلت لازم اقول لكم عليها. اخر حاجة بقى عايزين نعملها مع بعضينا في هذه الفلوجة، وهو ترتيب، تنظيم، organization. كنت اشتريت دول، استنوا اوريكم. اصلا ما صدقتش ان انا لقيتهم، كنت جايه بتمشى بجد كده بدون غرض ولقيت محل غريب عنده بجد حاجات شي ان وحاجات من ايكيا او ايكيا مش عارفه. المهم يعني ان لقيت عنده حاجات انا كنت بدور عليها ونفسي اجيبها من شي ان، بس زي ما قلت لكم بكسل ان انا استنى ايام وشهور. فالمهم يعني لقيت الاورجنايزرز دول عنده بجد حلوين جدا. انا بقى جبتهم ليه؟ عشان انا عندي طرح، انا طرحي انا وهلا حاطينها مع بعض. طبعا بكوني حجاب بلوجر او حجابي بلوجر، انفلونسر حجابي يعني، مهم بعمل دعايه كتير لطرح ولبس وكده. فحطينا انا وهلا طرحنا مع بعض عشان احنا دلوقتي بقينا نلبس طرح مع بعض. فالطرح بقت بجد كلها على بعض ومش بعرف اشوف الطرح كويس، مش متنظمين من الاخر يعني. فانا انتوا عارفيني انا شخص منظم جدا، لازم الحاجه عندي تبقى منظمه، يا اما هحس ان انا دماغي مكركبه بجد يعني. لو حاجه مش متنظمه بحس ان انا دماغي فوق بعضها. فكنت عايزه المنظم ده، كنت بدور عليه كتير قوي واخيرا لقيته. عايزه اوريكم بس حاجه. احنا ممكن نطلع بره الاوضه دي عشان انا زهقت من الاوضه، نطلع بره مثلا او حاجه وافكهم واعملهم يعني، انظمهم واصور لكم برضو وانا بنظم الطرح عشان تفهموا انا قصدي ايه. وممكن عادي تعملوا الفكره دي بقى في اي بوكس مثلا، تجيبوا له كده منظمات او حاجه. بس انا قلت اديكم فكره برضو اورجانيزيشن يعني. فتعالوا نطلع ونركبها مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بصوا عايزه اوريكم يعني، انا مثلا زمان كنت بحطهم في بوكسز كده، او يعني دلوقتي انا حطاهم في بوكسز كده. بس مشكله مثلا ان انا باجي البسهم واطبقهم، فهلا بس تيجي تاني يوم تاخد حاجه من تحت، فده بيبقى المنظر في الاخر. طبعا انا المنظر ده ينرفزني، قلت خلاص احنا نجيب الاورجنايزرز دول وان شاء الله الموضوع هيبقى مترتب اكتر من كده. فتعالوا بقى نشوف ايه الدنيا. تحبوا انتوا فقره الانبوكسنج؟ بصوا بقى دي عجبتني قوي، سعرها كان رخيص جدا. ايه ده الله يا جماعه، بصوا ده فيه زي ليبلز كده بتشال، ستيكر حلو ده قوي. بصوا ونقدر نكتب عليهم مثلا ده لايه او كده. ايه ده، دي جاهزه يا جماعه، انا مش محتاجه اعمل حاجه. اوكي بنقفل السوسته من تحت وبس خلاص جهزت. بصوا بقى شكلها من جوه متقسمه كده ايه، اجزاء 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 اجزاء. وبعدين فيها دول كده من الجناب بنقدر نمسكها منها. هي بوكس وحجمها كبير، حجمها حلو قوي. وفيها دي في الاخر نقفل منها. بصوا هي زي بلاستيك كده، ودي عجبتني عشان الحاجة تفضل جوه مترتبة وبتتقفل في الاخر من هنا كده. وبس ده شكلها حلوة قوي قوي قوي. هقعد بقى دلوقتي ارتب الطرح جواها.
بصوا يا جماعه ده كده شكلها سو فار. قعدت بقى ادخل الطرح كده كده، وحاسه ان انا بس عايزه ادور على طريقه اطبقهم بيها يبقى شكلها احسن كده شويه. بس بصوا هي بتاخد بجد كتير قوي يعني، بصوا واخده قد ايه ولسه مكملين. بس انا مش هصور البروسيس كلها بصراحه يعني، بس انتوا فهمتوا الفكره فالبتوع دول بجد عاجبني قوي. عايزه اسالكم بقى على حاجه يا جماعه، فاكرين الفلوج اللي هي عملتها بالانجلش؟ كلكم قلتوا لي انه الفلوج دي عجبتكم جدا وانكم بجد استمتعتوا بالفلوج دي. فكنت عايزه اسالكم سؤال لان لقيتكم كاتبين في الكومنتس الموضوع ده. اول حاجه قلتوا لي ان انتوا حابين ان احنا نعملها سلسله تتعمل كل اسبوع، يعني كل اسبوع انزل لكم فيديو اكون بتكلم فيه انجلش، فلوج مثلا او كده بالانجلش. فان شاء الله هحاول اعمل لكم ده لان انتوا قلتوا لي ان انتوا بتستفادوا، ودي اهم حاجه بالنسبه لي. تاني حاجة بقى، في منكم كتبتوا لي الموضوع ده ان انتوا حابين ان انا لما اجي انزل الانجليش فلوجز دي او الفلوجات اللي بالانجليش ما يكونش فيه ترجمة بالعربي عشان تستفيدوا اكتر، لان انتوا قلتوا لي ان انا لما بحط الترجمة بالعربي انتوا اكنكم بتغشوا، هو يعني بتحسوا ان انتوا بتقروا فمش تحسوا ان انتوا بتستفيدوا قوي. فكذا حد منكم اكشلي كتير اقترحتوا ان انتوا عايزين لما اجي انزل الفلوج ما يكونش فيه ترجمة بالعربي، تكون بس هي بالانجلش. ولو انتوا بقى عندكم اي اسئله هتبقوا تكتبوا لي في الكومنتس وكده. فقولوا لي لما اجي اعمل فلوجات بالانجلش احط سبتايتلز بالعربي ولا اسيبها لكم بالانجلش؟ انا كده كده في الانجلش بحاول اتكلم بالراحه عشان تفهموني على قد ما اقدر، وبستخدم كلمات سهله يعني، فالموضوع مش معقد. فبس عايزه اعرف رايكم في الكومنتس، ابقى احط سبتايتلز ولا لا؟ بس كده الساعه دلوقتي 1، فذاتس ات فور ماي مورنينج روتين. هكمل بقى بقية اليوم، بس اتمنى ان تكونوا استمتعتوا بهذه الفلوجة، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، انيونج.